السلام عليكم حبايبي، يا رب تكونوا طيبين ومن ربنا قريبين. نبدأ بالصلاة على الحبيب. النهاردة هنعمل أكلة فيها كذا صنف. احنا ما عملناش المحشي بصراحة من أول رمضان، والولاد فضلوا يقولوا لي لا انتي ما عملتهوش، اعملوه لنا بصراحة. ففرصة ان كان في ضيف جاي لنا، فقلنا نعمل محشي وفي ضيف جاي لنا يفطر معانا في رمضان. فعملنا الاول جبت فراخ وراك على، وجبنا نص كيلو لحمه حطيناهم معاهم، حطيناهم يتسلقوا. بقيت اشيل في الريمه الاول عشان خاطر الميه تبقى صافيه. شلت الريمه بتاعت الفراخ واللحمه خالص، وبعدين حطيت البصله والقوطه، الطماطم 2 أو 3 بيدي طعم وريحه للشوربه رهيبه، وبصله حلوه كبيره كده، وورق لوري وبهارات اللحمة وفلفل وملح، وضربتهم في الخلاط جامد قوي. وهضيفهم على الشوربة بعد ما صفينا منها، بعد ما شلنا منها الريمة او الوش الابيض اللي بتعمل. بصي، هي مش هتبقى زي ما انت فاكرة ان هي هتبقى طبيخ تقيل وكده، لا لا لا، ده هو بيديها لون للشوربة وبتبقى روعة. جربيها والله بتفرق قوي قوي في ريحة الشوربة. خلاص، شايفين؟ بص الشكل بعد ما استوت عامله ازاي، شايفين عامله ازاي؟ تحفه. ولما تيجي تحطيها على محشي بتدي لون للمحشي، حتى لو انت ما حطيتيش صلصه ولا حاجه فوق المحشي نفسه، لا بتديله لون، وهي طعمها بيبقى روعه. مش بتبقى زي الشوربه البيضه خالص دي. هنطلع دلوقتي الوراك اهو، هنسيب اللحمه تكمل سواها، عشان طبعا دي اكبر من الفراخ، ما بتاخدش وقت. هتستوي كويس اللحمه، هنطفي عليها وهنجهز معانا. هنعمل المحشي النهارده بطريقه سهله جدا جدا، ان شاء الله تعجبكم. جربوها، ولا هنسبك ولا هنقلي ولا هنعمل حاجه من الحاجات دي خالص، طريقه سهله. انا جايبه كيلو كوسه وكيلو بتنجان وربع كيلو فلفل. وبصراحه عندي ورق العنب ده، واحده حبيبتنا وزعت علينا في اول رمضان كلنا، وقالت اول يوم رمضان تعمله، بس انا ما عملتش اول يوم رمضان. فكل سنة وهي طيبة، وكلنا يا رب طيبين وبخير، والأمة الإسلامية بألف خير. فحطيناه، بس حطيته كده في مية سريع، لأن هي كانت حطاه في الفريزر بتاع المخزناه من السنة اللي فاتت، وكان ما شاء الله حلو، ولا مهري ولا أي حاجة. والكوسة اهو بنعملها، بنديها شكل كده، بتبقى حلوة قوي لما بتستوي بظهر المقوار اهو، بنعملها، بنديها الشكل ده. وبنقور البتنجان. انا قورته بصراحه في البيت، ما جبتوش جاهز، انا عاملاه يعني، انا بقوره في البيت. خلصت المحشي بعد ما قورته كده. قورت الكوسه والبتنجان والفلفل، طبعا الفلفل الحامي ده اساسي. هنعمل بقى خلطه المحشي. مفيش بصل، هيتقلى وحاجه خفيفه، ومش هتحسي بفرق، ده طعمه بالعكس هيبقى روعه. مفهوش تسبيكة والكلام ده. خلاص خلصنا المحشي وغسلناه وجهزناه في المصفى، وكل حاجة تمام. والتوابل والحاجة اللي بحطها للمحشي، الخضرة خرطناها، شبت بقدونس وكزبرة. والبصل هخرطها ناعم قوي على ايدي كده، عايزة تضربيها في الكبة براحتك برضو، بس انا بخرطها ناعم قوي على الخضرة. هنحط على حبة زيت على النار، عايزاها تسخن قوي، بس نهدي عليها. وهولع على فحمة. خطوات كده هنعملها في المحشي بتدي نكهة حلوة قوي قوي للمحشي. حطينا البصل، حطينا البهارات، حطينا الكمون، الكزبرة، الفلفل الاسود، الملح، حطينا ربع او نص معلقة نعناع ناشف. وهندعك الخلطة دي كلها في بعضها جامد قوي. شطة طبعا هندعكها قوي قوي قوي، والريحه بتاعتها تحفه. كون غسله الرز ومصفياه قوي من ميته على قد ما تقدري، ما يبقاش الحاجات دي فيها ميه. عايزين الرز يكون مغسول وحاطينه في مصفى يتصفى، والخضره برضو غسلينها وحاطينها تتصفى، وضربناهم في بعض جامد قوي زي ما شايفين كده، من غير اي حاجه تانية. اللي نحط عليه الطماطم زي ما هي، عصرة الطماطم وحطيتها عليه، ولا اي حاجة، ولا مسبكاها ولا خالص.
هقلبهم كويس، وهحط عليها كمان معلقتين صلصة. شايفين مش لونها مش ابيض قوي ولا حاجة، هتشوفوها وهتجربوها تعجبكم قوي. هحط معلقتين الصلصة وهنقلبهم كويس. وعلى فكرة مش هيفرق حاجة عن المسبك والكلام ده، بس هيفرق في ان هو خفيف، يعني انت مش هتحسي ان طعمه، لا ده طعمه حلو وجميل جدا وهيبقى خفيف قوي. بص الخطوة دي برضو بتودي المحشي في حتة تانية. الزيت ده خليه يقدح جامد وحطيه على المحشي. انا حطيت معلقة توم حلوة وقرن فلفل حامي، حطيتهم جوه الزيت ورحت دلقاه على طول على الخلطة وهو سخن. خطوة تانية انت ممكن ما تحطيهاش في الزيت عشان ما تتلسعيش، حطيها على المحشي نفسه، على خلطة المحشي، ودلوق الزيت هو وسخن كده على المحشي. حبة زيت صغيرين يعني ربع كوباية شاي كده، ربع كوباية سخنيه جامد وحطي عليهم. وزي ما شفتوا حطيت الفحمة في ورقة فويل، ورحت مغطية المحشي عشان الخلطة تاخد ريحة الفحم، كأنه عارفين الحاجة المشوية بتديله ريحة روعة روعة روعة. غطيت الخلطة وسبتها. وهنا هنعمل طاجن ورق عنب. حطيت حتتين 3 كده من اللحمة، حاجة بسيطة صغيرين كده، ولان ما ينفعش احط كله النص كيلو، يعني ما ينفعش احطه كله في الطاجن. وحاطين جزر وبصل وقوطة وفلفل، وحاطين ليمون، وهحشي شايفين الفحم خلاص. وطبعا في مية في الطماطم، المية دي ما تقلقيش برضو منها، يعني احنا على قد ما نقدر بنصفي، بس كل الصوص اللي بيفضل بعد ما احنا بنحشي ده بنحطه على المحشي كمان. هنحشي ورق العنب، هنعمل طاجن ورق عنب، وبعدين هنعمل المحشي كله في حلة واحدة. يعني بعمل في الحلة بحط فيها ورق العنب وبحط فيها الكرنب وبحط فيها البتنجان والكوسة، ما بيحصلش اي حاجة، كله بيستوي وبيبقى زي الفل وتمام. اهو بقيت المحشي كله حطيته على بعضه، بتنجان، وادي الطاجن عملته ورق عنب صافي. شايفين الشوربة عاملة ازاي؟ الشوربة تحفة. المية دي بقى اللي نزلت من المحشي حطيت عليها شوربة، وحطيت عليها معلقة صلصة كمان، وقلبتهم كويس ورحت حطاهم على المحشي. حطيت عليهم حبة شوربة حلوين كده على قد ما تسقي المحشي ما تخليش المية تطلع فوقيه، لان الخضار ده كله عامة بينزل مية، فهتبصي لما يستوي تلاقي فيه مية، لا حاولي على قد ما تقدري تقللي المية. انا بحط حلة غطا اصغر عشان يكبس المحشي، وبحط الغطا بتاع الحلة نفسها. زي ما قلت لكم ده فلفل وورق عنب وكرنب كله في بعضه. شايفين لونه عامل ازاي؟ اللون بتاعه تحفة، عشان الشوربة لونها احمر، والمية اللي عملت من المحشي فضلت من المحشي برضو حطيتها فوقيه. عملنا جنبه لسان عصفور، احنا عملنا لسان عصفور طبعا قبل كده، وعملنا الملوخية جنبه، والفراخ حطيت لها الخلطة بتاعتها اللي احنا بنحطها، القوطة المعصورة مع البصلة بحطها على وشها وادخلها الفرن. والقطايف برضو بالجبنة عملناها مع بعض قبل كده. يا رب الوصفة تكون عجبتكم. ما تنسوش حبايبي فضلا وليس امرا تعليقاتكم وتشجيعاتكم ليا، وكل سنة وانتم بألف خير يا رب، ويعودوا علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بألف خير. وشكرا والسلام عليكم.